السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوريكم اليوم طريقة حلا رهيب جدا جدا جدا. طريقة تحضيره سهلة جدا وطعمه طيب جدا. جربوا الطريقة بأسرع وقت وأنا متأكدة إنه بتعجبكم وبتدمنوا الطعم. بستنى أراكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك، وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ويلا مع بعض نشوف تفاصيل الحلا. وأول حاجة بحضر طبقة الكريمة. في بولة بحط علبة من القشطة، كوب من الكريمة، كوب من الحليب السائل، وبستخدم مغلف من جيلي التوت. طبعا ممكن تسووه بجيلي الفراولة بيطلع كمان حلو. وبضيف 3 ملاعق كبيرة من الجبن السائل. طبعا هذه الخطوة اختيارية، أنا عادة أسوي الحلا هذا بدون الجبن، بس مدام الجبن موجود فأنا سويت 3 ملاعق كبيرة من الجبن. ممكن حتى تستخدموا جبن مثلثات. الآن بخفق الجميع مع بعض لين ما تصير عندي كريمة. إذا ما عندكم مضرب كهربائي ممكن تستخدموا جك الخلاط العادي، ولكن الخليط ما بيصير كذا كريمي وثقيل، بس يعني يمشي هذه الحالة بدون خفاق كهربائي. فاللي ما عندها خفاق ممكن تسوي الحالة هذا بجك الخلاط العادي. هنا معايا باكيتين من بسكويت الشاي، ومعايا علبة من الأناناس. هذا ماء الأناناس وهذه قطع الأناناس، بعدين برجع قطعها قطع صغيرة. وبستخدم هذا طبق البايركس للحلا. وهنا معي صحن صغيرة بسوي فيها شوية عشان أوزع. فالآن جنبي مع الأناناس بسقط فيه حبات البسكوت وبحطها كطبقة أولى في قاع طبق البايركس. وإذا مش حابين تستخدموا الأناناس في الحلا هذا فشربوا البسكوت بحليب. بعد طبقة البسكوت بسوي طبقة من الكريمة، بعدين طبقة من البسكوت، وبعدين طبقة من الكريمة، بعدها طبقة من البسكوت، وأخيرا طبقة من الكريمة. ممكن إذا حابين الحلا بس طبقتين عادي زي ما تحبوا، بس أنا أحب إنه يكون مرتفع طبقات. هنا زي ما شايفين بحط الطبقة الأخيرة من الكريمة، وبكمل أسوي الطبقين اللي وريتكم في البداية. بعد كده فرمت الأناناس ناعم، يعني قطعته إلى قطع صغيرة، وبزين الطبق زي ما شايفين. طبعا التزيين على حسب الرغبة، زينوا زي ما تحبوا. هنا بحط من الشوكولا الخام المبشورة، وبحط كمان على الأطباق الصغيرة، وبغلف كل الأطباق بمشمع نايلون وعلى طول للفريزر. طبعا ممكن تحطوها بالثلاجة عادي لو في عندكم وقت، بس احنا هنا في اليمن او في تعز بالذات ما عندنا كهرباء الا للمغرب، فعشان كذا انا بدخل كل شيء الفريزر. هذا الطبق ما شاء الله شكله جميل وتحفة. هذه الأطباق الصغيرة كمان. الآن بعد العشاء والحلا بارد، يا سلام ايش اقول لكم، الطعم رهيب رهيب رهيب. وجيل التوت طعمه مختلف، يعني طعمه غريب، يعني تعودنا خلاص على طعم الفراولة، لكن حقيقة طعم التوت جدا حلو مع الأناناس مع الشوكولا الخام. ميكس رهيب جدا جدا. جربوا الطريقة وبستنى آراءكم بالتعليقات، ونلتقي فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.